بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كورس الأوبن شيفت. وإحنا كده خلصنا الجزء بتاع الستورج الحمد لله، وهنبتدي نتكلم على حاجة جديدة وهو Reliable Application. وأول حاجة عشان نبني Reliable Application عندنا فإحنا محتاجين نضيف حاجة اسمها Health Props أو Props تبتدي تتشيك الستيتس بتاعت الابليكيشن بتاعنا وتتأكد ان الابليكيشن بتاعنا ده مفيهوش كراش، وكمان يكون متأكدين دايما ان احنا الابليكيشن بتاعنا شغال as expected. وتعتبر طريقة من الطرق اللي بنتأكد منها ان الابليكيشن بتاعنا قادر يعمل سيلف هيلينج لنفسه لو حصل فيه كراش، ودايما قادر يميتيجيت اي كراش يحصل جوه. يا اما حاجة تانية، لو انا عندي الابليكيشن بتاعي قايم على اكتر من بود وفي بود حصل جواه كراش، فاحنا عايزين نتأكد دايما ان الترافيك بتاع اليوزرز ما يروحش على البود اللي فيه مشكلة اللي مش هيقدر يسيرف اليوزرز، وان الترافيك يتعمل له اوفلود من على البود اللي فيه كراش دلوقتي لحد ما البود ده نحل المشاكل اللي جواه، وبعدين الترافيك يرجع للبود ده تاني، وهنشوف مع بعض ده بيتم ازاي. اهم حاجة ان يكون الديفلوبر بتاع الابليكيشن اللي هيتحط على الاوبن شيفت يكون اوير بالهيلث بروبس وقادر يحط لنا الاند بوينتس اللي هنبتدي نتشيك منها. يعني احنا عندنا هناخد التايبس ان احنا هيكون عندنا اند بوينتس ان احنا نقدر نروح نكلم HTTP ونبعت HTTP request للابليكيشن بتاعنا. في ابليكيشنز تانية هنبتدي نروح نفتح معاها TCP socket، فكل ده لازم يكون الديفلوبر عامل حسابه في الكود بتاعه جوه الابليكيشن بتاعه. طيب تعالى نروح مع بعض نبص ايه التايبس بتاعت البروبس بتاعتنا وايه البروبس اللي نقدر نستخدمها مع الابليكيشن بتاعنا. واول نوع من انواع البروبس دي اللي هو اللايفنس بروب. واللايفنس بروب هو بروب مهمته ان هو دايما يروح يتشيك هل الفانكشن او هل البروسيس اللي شغاله جوه الكونتينر بتاعنا شغاله از اكسبكتد ولا لا. طيب اللايفنس بروب لو راح عمل تشيك ولقى الكونتينر شغال از اكسبكتد خلاص بيمارك ان هو سكسس ويعدي ويرن بعد بيريود معينة. طيب لو هو راح في مرة بيتشيك لقى ان الكونتينر والبروسيس اللي شغالة جوه الكونتينر بتاعنا او جوه الابلكيشن بتاعنا مش بترن از اكسبكتد، بيروح يفورس ان الكونتينر ده يتعمل له اوتوماتيك ريستارت، عشان احيانا بيكون في ورك لود او في ابلكيشن مع بعض الوقت والشغل الكتير بيحصل فيها كراش، فبتبقى محتاجة ان هي تعمل لها ريستارت عشان ترجع تشتغل تاني. وبكده يكون من طبيعة اللايفنس بروب ان هو بيتعمل له كول بعد ما يكون الابلكيشن قام واشتغل بالفعل. تاني نوع عندنا من انواع البروبس وهو حاجة اسمها الريدينس بروب. الريدنس بروب مهمته يتأكد هل الابليكيشن بتاعنا دلوقتي قادر ان هو يسيرف ترافيك ولا لا. ممكن يكون الابليكيشن البروسيس جواه راننج بس هو لسه في بروسيس تانية بتقوم او هو مش قادر يسيرف ترافيك دلوقتي. فدايما الريدنس بروب ده مهمته ان هو يتشيك قادر يسيرف ترافيك او قادر يسيرف الكلاينتس بتوعنا ولا لا. طيب تعالى نشوف لو احنا الريدنس بروب راح يعمل التشيك بتاعه وحصل له فيل او ما لقاش الاكسبكتد بيهيفير اللي هو متوقعه من الابليكيشن. اللي بيحصل هنا ان هو مش بيعمل زي اللايفنس بروب وبيطلب من الابليكيشن ان هو يعمل ريستارت، بل ان هو بيروح يشيل الاي بي بتاع الاند بوينت بتاعت البود اللي حاصل فيه المشكلة من السيرفيس اللي واصل عليها الابليكيشن بتاعنا، عشان الترافيك وهو بيتعمل له راوت يروح يتراوت على بقية البودز ويبعد عن البود اللي فيه المشكلة. يعني خلينا كده نشوف مع بعض. يعني احنا لو ده الابليكيشن بتاعنا متقسم ل 3 بودز، وهنا في سيرفيس هي اللي بتراوت الترافيك. الطبيعي ان السيرفيس بتراوت الترافيك او بتلود بالانس الترافيك بين ال 3 بودز دول. طيب لو هنا في عندنا ده واحد وده اتنين وده تلاتة، وعندنا جا البروب او الريدنس بروب جاي تشيك على اتنين، لقى اتنين ده
حاصل فيه failure ومش شغال معاه او مش مديله ال expected value، بيروح يعمل ايه؟ بيروح بكل بساطة في السيرفيس يروح يشيل الاند بوينت اي بي بتاع البوت ده من السيرفيس، فالسيرفيس ما تراودش ترافيك على البوت ده لغاية ما المشكلة بتاعته تتحل. فبكده الترافيك هيروح على بود واحد وبود اتنين. طيب لو رجع تاني والبود ده بدأ يريكفر وبدأ يشتغل والريدنس بروب اتعمل له رن تاني ولقى ان البود ده رجع اشتغل وبقى شغال سكسس، او لقى الاكسبكتد فاليو يعني او الاكسبكتد بيهيفير اللي هو طالبه، فهيرجع يضيف الاي بي بتاعه تاني في الاند بوينت بتاع السيرفيس ويبتدي يتراوت عليه ترافيك من اول وجديد. يبقى زي ما احنا شايفين هنا ان هو بعد ما هيكون شايف ان الابليكيشن حصل فيه فيل هيفضل يرن البروب لحد ما يلاقيه succeeded again، وبعدين هيبتدي يرجع يضيفه تاني في السيرفيس ويراوت عليه الترافيك مرة تانية. طيب بعد كده النوع الثالث من انواع البروبس وهو اسمه الستارت اب بروب. الستارت اب بروب مهمته ايه؟ مهمته ان هو دايما يتاكد ان احنا الابلكيشن بتاعنا في مرحله الستارت اب، واول ما بنقوم الابلكيشن بتاعنا ان الابلكيشن بتاعنا البروسيس بتاعته خدت وقتها وبقت كومبليتد وبقت شغاله بشكل كويس. طيب الستارت اب بروب بيتعمل له كول في اول ما الابلكيشن يقوم بس، وونس ان هو بيلاقيه ان هو سكسيدد وان هو تمام بيعدي وما بيترجعش يتعمل له كول مرة تانية. لكن لو هو حصل له فيل بيروح يفورس البوت بتاعنا ان هو يريستارت بيزد على الريستارت بوليسي اللي معمول لها كونفيجر في البوت بتاعنا. ونقطة مهمة قوي لازم نتكلم عليها، اللايفنس او الريدنس بروبس لو معمل لهم كونفيجريشن مش هيبتدوا غير لما يكون الستارت اب بروب قال ان هو نجح، لكن لو هو ما نجحش هيفضلوا متعطلين لغايه ما يجي لهم انفو ان الستارت اب بروب بقى سكسيد، وبعدين يبتدي الاوبن شيفت يطلب من اللايفنس والريدنس بروبس ان هم يبتدوا الشغل بتاعهم ويبتدوا يتشيكوا على الابلكيشن كل فتره معينه من الوقت. طيب ومازلنا مكملين في الهيلث بروبس وعايزين نشوف ايه انواع التستات اللي ممكن نعملها على الابلكيشنز بتاعتنا او ايه اللي ممكن نستخدمها جوه البروبس عشان نبتدي نتست الفانكشناليتي بتاعت الابلكيشن بتاعنا. اول حاجه وهو ال HTTP GET. ال HTTP GET هو ان احنا البروب عندنا بيروح بيبعت HTTP GET request للابلكيشن لاند بوينت جوه الابلكيشن، وده لازم زي ما قلنا يكون الديفلوبر عامل حسابه وعامل اكسبوز ل HTTP endpoint جوه الابلكيشن عشان يستخدمها البروبس. فبالنسبة للبروب بيكونسيدر ان هو success لو جاله الريسبونس بتاع ال HTTP ما بين رقم 200 ل 399، لكن لو جاله اي ريسبونس تاني مختلف عن ال 200 ل 399 بيعتبر ان ده فيلير ويبتدي يمارك ان هو عنده فيلير في البود. تاني نوع من انواع التستات اللي ممكن نستخدمها في البروبس بتاعتنا وهو الكونتينر كوماند، ان احنا بنروح نرن كوماند جوه الكونتينر بتاعنا، ولو الكوماند ده run successfully وطلع الاكسبكتد اوتبوت بتاعه بيرجع لنا بستاتس كود بيكون زيرو. لو ما طلعش الستاتس كود زيرو فبنعرف ان هو البروب ده فيل. والتايب الثالث والاخير من التايبس بتاعه التستات اللي ممكن نستخدمها وهو TCP socket. ال TCP socket ممكن يكون شبيه شويه بال HTTP request، بس ممكن ال TCP socket لو احنا النهارده الابلكيشن بتاعنا مش HTTP ومفهوش HTTP point، بس هو عندنا مثلا database بتتكلم على بورت 3306 او ايا كان البورت اللي بتتكلم عليه، عايزين نتاكد ان البروسيس بتاعت الداتابيز دي شغاله كويس، فبنروح نفتح TCP socket او TCP connection مع بورت محدد جوه البود بتاعنا. فلو الكونكشن بقت established فبالنسبه لنا هيكون البروب success، لو ما حصلهاش establish فهيبقى عندنا مشكله والبروب هيعتبر ان هو failed. طيب تعالى نشوف كده البروبس بيتعمل لها configuration فين. البروبس بيتعمل لها configuration تحت كل كونتينر في
في البود او في الديبلويمنت configuration files. فمثلا هنا عندنا في المثال ده عندنا هنا معمول liveness probe. الliveness probe بيروح بيستخدم ال HTTP GET، وال HTTP GET بتروح تكلم الباث ده جوه الابليكيشن بتاعنا على بورد 8080. طب ايه هي الانيشال ديلي هنا معناها ان البروب هيفضل مستني 3 seconds قبل ما يبتدي يشتغل، او قبل ما يبتدي البيريود بتاعته ان هو يبتدي يتشيك على الهيلث بتاعت الابليكيشن بتاعنا. طيب هنا البيريود السكندز هي الفريكوانسي بتاعت البروب، كل 3 seconds هيبتدي يروح يتشيك على الابليكيشن بتاعنا. اخر حاجه بقى ايه هو الفيلير ثريشولد هنا؟ هو الفاليو اللي بتقول لو البروب حصل له فيل، هل من اول فيلير ابتدي اروح افورس الريستارت ولا اصبر شويه. فهنا احنا بنديله ثريشولد، بنقول له والله هنا مثلا احنا حاطين فاليو 6، فلو حصل فيلير ل6 مرات، في المره السادسه يبتدي يروح اعمل ريستارت. لكن قبل كده ادي البوت بتاعنا فرصة، لو هو البروسيس اتعطلت شوية في الريسبوند عليك او ايا كان اللي كان حاصل، فانت بعد 6 مرات تبتدي تعمل ريستارت للبوت بتاعنا. طب لو احنا كمان عايزين نعمل ست للبروبس بايدينا او نعمل ست للبروبس بطريقة سهلة، فنقدر نستخدم الاو سي كوماند. فنقدر نقول له او سي set prop، ونحدد سواء بود او deployment، ونقدر نختار من هنا سواء readiness او liveness او startup، ده نوع البروب. وبعدها نختار نوع التست اللي احنا هنستخدمه سواء get URL او OpenTCP port، ونديله البورت اللي احنا عايزينه، او بنروح نرن CMD، وهنا مش بنكتب CMD، بنروح نحط سبيس هايفن هايفن وبعده سبيس، وبعدين نروح نكتب الكوماند اللي احنا عايزين نرنه جوه البود او جوه الكونتينر بتاعنا. تعالى كده مع بعض نبتدي نجرب ان احنا نكريت بود شغال باللايفنس بروب، وهنكريت فيه اليوم الفايل ده. طيب احنا هنا البود عندنا جواه سكريبت صغير، السكريبت ده بيروح يتاتش فايل اسمه temp healthy، والمفروض البروب بتاعنا هيروح يكاتب temp healthy ده، او هيروح يرن كوماند يشوف التمب هيلثي ده موجود ولا لا. لو موجود والكوماند اشتغل تمام ورجع باوتبوت 0، فالبروب هيعتبر ان البروسيس عندنا هيلثي. طيب لو ما حصلش هيعتبر ان عندنا مشكلة في البروسيس او في الكونتينر ده، وهيبتدي يفورس الريستارت على البود ده. طيب وعندنا طبعا احنا هنا بيحصل تاتش للفايل، بيفضل 30 ثانية وبعدين الفايل بيرجع يتشال تاني. فالمفروض ان احنا البروب بعد اول 30 ثانية بعد ما يكون الكونتينر عندنا running هيقعد 30 ثانية، وبعدين يبتدي البروب المفروض ما يلاقيش الفايل ده، فهيبتدي يشوف ان حاصل فيلير جوه البود بتاعنا او جوه الكونتينر بتاعنا. طيب ففي نقطتين عندنا بس محتاجين ناخد بالنا منهم. اول حاجة الانيشيال ديلي، ان احنا عندنا انيشيال ديلي 5 ثواني، وعندنا بيريود 5 ثواني، ان هو كل 5 ثواني بيروح يرن البروب بتاعنا. تعالى كده نقول له OC apply ل liveness.yaml، نقول له watch ل get bods. طيب هو كده البود بتاعنا قام. طيب هنا لما عملنا describe للبود عشان نشوف الايفنتس بتاعته، هنلاقي عندنا ان احنا البود بتاعنا قام بقاله 43 ثانية، فمعناها ان احنا اول 30 ثانية عدوا وال5 ثواني بتوع الديلي كمان عدوا. كان اسبير السكريبت اللي احنا كنا حاطينه جوه البوت بتاعنا ان هو كان بيروح يريموف الفايل بعد 30 ثانية. فهنا فعلا لما اللايفنس بروب راح يتشيك على البوت بتاعنا عن طريق الكوماند، راح يرن الكوماند اللي احنا كنا حاطين ان هو يكات الtemp/healthy،
لقى الفايل مش موجود فادانا warning ان هو unhealthy. تعالى كده. طيب المفروض ان هو هياخد وقته وبعدين يرستارت. تعالى نقول له oc get pods. هنلاقيه ان هو عمل ريستارت لان احنا استنينا فترة عبال ما شرحنا اكتر من 3 minutes. فطبعا في الفترة دي اتعمل له 2 restars لان البروسيس اتعادت اكتر من مرة. تعالى كده نشوف ندسكرايب تاني البود والايفنتس بتاعته. هنشوف ان هو حصل له او هو راح يفورس الريستارت على الكونتينر بتاعنا عشان يخليه يرجع للهيلثي ستيت تاني. طيب بما اننا شفنا liveness probe، تعالى نبص مع بعض على readiness probe ونشوف readiness probe بيشتغل ازاي. فانا جهزت deployment بسيطة كده. deployment دي بتقوم 3 بودز، الريبليكاز بتاعتها 3. ال deployment دي بتقوم web application او HTTP application. وهنا انا هروح اعمل readiness probe عن طريق ان انا هستخدم ال CMD او الكوماند. وهنا ال CMD هيروح يدور على فايل اسمه /temp/ready. وانا هنا عامل سكريبت بسيط بيروح يكتب لي اسم البود في ال index.html عشان لما نعمل كيرل نبقى عارفين اسم البود اللي احنا نعمل كيرل عليه عشان نتشيك عليه. وكمان بيعمل لنا تاتش للفايل اللي الريدنس بروب هيبتدي يتشيك عليه. وهنا عاملين سيرفيس عشان نقدر ناكسس من خلالها الديبلويمنت بتاعتنا والابلكيشن بتاعنا. تعالى كده نابلاي الديبلويمنت بتاعتنا دي وتعالى نقول له oc get pods، او خلينا الافضل نقول له watch لغاية ما يكونوا ready. تمام كده البودز بتاعتنا التلاتة ready وتلاتة running وشغالين تمام. طيب هنفتح سيشن جديدة. طيب هنروح نرن بود جديد هنسميه تيست كلاينت بود، والبود ده هنبتدي من خلاله نحاول نتست الكيرل على البودز بتاعتنا او على الابليكيشن بتاعنا. فتعالى كده نعمل لوب نكيرل بيها على الابليكيشن بتاعنا ونشوف الاوتبوت هيطلع ايه. كل مرة هنروح نحاول نعمل كيرل على الابليكيشن بتاعنا. فهنا هنبتدي نلاقي ان احنا الاوتبوت جايلنا مرة ادي بود مختلف UP، ادي بود تالت مختلف اخره H، هنا اخره P، هنا اخره J. فخلينا نشوف الريدنس بروب بقى هيشتغل ازاي. فتعالى نفتح سيشن تالتة. تعالى ناخد اسامي البودز من الاول وتعالى نختار مثلا البود اللي اسمه هنا اكتر بود شايفينه ايه، مثلا الجي. تعالى ناخد البود اللي اخره في جي ده ونيجي هنا نقول له oc remote shell. وكده احنا جوه البود ده ونقول له rm -f /temp/ready. وكده احنا مسحنا الفايل اللي هو بيتشيك عليه. فتعالى نشوف الستاتس بتاعت البودز بتاعتنا. المفروض ان هو البود ده الريدنس بروب دلوقتي يقلب معانا ان هو فيل فعلا، ما بقاش ريدي ودلوقتي بقى فيل. طيب تعالى نشوف بقى النتيجة هنا ايه اللي بيحصل. النتيجة هنا ان الترافيك ما بقاش بيروح للبود اللي اخره جاي اهو. احنا اهو لو شايفين هنا بقى كله بي و اتش بي و اتش بي و اتش. طب وده ليه؟ لان دلوقتي الريدنس بروب شاف ان احنا عندنا البوت ده فيه كراش او الابليكيشن مش شغال كويس في البوت ده فمش هيقدر يسيرف الترافيك، فشال الاند بوينت بتاعته من السيرفيس. فالسيرفيس بقت بتراوت الترافيك على البودز التانيين. طب تعالى كده نرجع له الترافيك. فتعالى كده بدل ما نقول له rm-f تعالى نقول له touch ونشوف ايه اللي هيحصل. مفروض البود هنا رجع ريدي. هل هيرجع له ترافيك؟ رجع له ترافيك اهو عندنا تمام.
طيب تعالى نروح نشوف نوع تيست تاني من انواع التيستات اللي احنا قلنا عليها، وهو ال HTTP تيست. واحنا هنا عندنا الابليكيشن ده بيعمل expose ل HTTP endpoint، وعندنا البروب هنا بيروح يتشيك على الاندبوينت دي في الباص ده وعلى بورت 8080. وطبعا هنا الانيشال ديلي زي ما احنا قلنا يبقى ده الوقت اللي بيستناه البروب عبال ما يشتغل او قبل ما يبتدي الشغل بتاعه، وبيكون هنا احنا حاطين له 3 seconds. والبيريود او البروب بتاعنا هيرن كل قد ايه؟ هيرن كل 3 seconds. هنا تفاصيل الابليكيشن بتاعنا، فهنا الابليكيشن هيدينا ريسبونس في اول 10 ثواني، هيدينا ريسبونس ان هو هيكون الايف وشغال كويس وهيكون هيلثي، لان الستاتس اللي هتكون راجعة منه هتكون ستاتس 200. لكن بعد كده هيدينا او هيريتيرن فاليو هتكون 500، وطبعا لو رجعت الفاليو 500 هيخلي البوت بتاعنا في unhealthy state. طيب لو محتاجين التفاصيل دي موجودة في kubernetes.io، هحط لكم اللينك ان شاء الله في الديسكريبشن. وخلينا نرجع هنا نكريت البوت بتاعنا ونقول له oc apply -f للliveness http. تعالى كده نقول له oc describe للبوت اللي اسمه liveness http. وهنلاقي البوت بتاعنا اشتغل في أول 10 ثواني أو أول 14 ثانية كويس، وبعد كده بدأ يدي أو يريبورت إن هو عنده اللايفنس بروب بتاعه فيلد. تعال نشوف بقية الايفنتس، تعال نرن الايفنتس تاني. طيب وهنا قال لنا ان هو هيفورس عليه ريستارت، تمام، واستنى 15 ثانية وبعدين رجع تاني ادى الايرور، فمعناها ان هو بعد ما عمل ريستارت السايكل رجعت تاني. طب وبكده نبقى احنا عرفنا ايه هي البروبس عندنا، وازاي نستخدم البروبس ان احنا نتأكد ان الابليكيشن بتاعنا healthy او unhealthy، وازاي دايما نكون قادرين نميتيجيت الكراش اللي بيحصل جوه الابليكيشن بتاعنا، ونفورس الابليكيشن بتاعنا ان هو دايما يكون في healthy state. اتمنى تكون الحلقة فادتكم، واشوفكم على خير في حلقة جديدة من كورس الاوبن شيفت ادمنستريشن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.